السلام عليكم. عمرك سألت نفسك أنت ليه بتصحى في نُص الليل يقول لك يالّا اليوم الجديد بدأ، تلاقي الساعة 12:00 كده في نُص الليل بدون أي مقدمات يقول لك يالّا اليوم الجديد بدأ، أو عمرك سألت نفسك برضه ليه التقويم الميلادي اللي إحنا بنستخدمه اللي نكتبه كل يوم مختلف عن التقويم الهجري؟ تلاقي مثلًا رمضان السنة دي هييجي مثلًا غالبًا في فبراير، السنة اللي فاتت مثلًا تلاقي لأ جه في أول مارس، ليه التقويمين مختلفين؟ مش هو نفس الشمس ونفس القمر ونفس الزمن بيمشي؟ فيديو النهارده متحمس ليه جدًا وإن شاء الله هيكون فيديو مفيد أوي وجميل جدًا، والفكرة ديّة في بالي بقى لها سنين، نفسي أوصّلها أو نفسي يعني يكون الموضوع مسموع، هتخلّيك تحس بقد إيه إن في مشاكل في التقويم الحالي، والمشاكل دي مش هدفها إن إحنا نغيّر التقويم، التقويم للأسف نظام عالمي مش هتقدر تعزل نفسك منه، ولكن أنا باعتبر دايمًا إدراك المشكلة هو نُص الحل، فهتعرف إن المشاكل اللي بتقابلك بسبب التقويم وبسبب مشاكله. أنا الفيديو دوّة بصراحة مش هالقيه كلّه كده كارتجال، يعني محضّر كده شوية حاجات إن شاء الله هتكون يعني هتخلّي فعلًا الوقت مثمر جدًا إن شاء الله، وهتلاقي إن إحنا الموضوع informative جدًا يعني. والله الموضوع بدأ معايا بسؤال ليه في نُص الليل أنا بالاقي اليوم الجديد بدأ؟ ليه ما ابدأش اليوم من طلوع الشمس؟ يعني طبيعي الإنسان البدائي مثلًا والله يقول لك الشمس طلعت فده يوم جديد بدأ، ليه في نُص الليل كده بدون أي مقدمات؟ هل في علامة فلكية بتحصل؟ هل مثلًا بيظهر علامة في السما يقول لك ده اليوم الجديد بدأ من هنا والّا لأ؟ وعشان نفهم الموضوع دوّة، أول حاجة أنا عايزك تعرف الفرق ما بين التقويم وما بين الزمن. الزمن هو إن الثواني والوقت بيمُر، ماضي وحاضر ومستقبل، إنما التقويم هو أسلوب عَد للأيام وللسنين، عشان أقول لك والله ده إحنا من 4 سنين حصل المشكلة الفلانية. ده إحنا عقد إيجارك ده 3 سنين، آآ يقول لك مثلًا العيد الفلاني هيناقص له 14 يوم، فالإنسان علشان يقدر إن هو ينظّم حياته وينظّم التعاملات بتاعته، فبالتالي جه فكرة الترقيم دوّة أو فكرة التقويم إن أنا أحُط طابع رقمي على الزمن. حلو أوي. طيب طبعًا إحنا كان في حاجات مرتبطة طبعًا بالتقويم دوّة زمان زي الحصاد والأعياد، المواسم، العبادة. وفي حقيقة الأمر التقويم دوّة إحنا حطيناه تقويم مُعتمد على الفلك، يعني إيه مُعتمد على الفلك؟ يعني والله أنت عندك شمس والشمس دي بيمُر حواليها كواكب، وعندك قمر بيلف حوالين الأرض، فقال لك إن إحنا كل ما الكوكب الأرض بيلف لَفّة حوالين الشمس، بيبدأ يتحسب يعدّي سَنة، إذًا السَنة هي ليها مدلول فلكي، إن الأرض هيلف سَنة حوالين الشمس، فبالتالي هو عدّى سَنة. واختلف باختلاف العصور كل ما بنتقدم أكتر كل ما بنفهم أكتر، هي الوقت دوّة الأرض بتاخد قد إيه بالضبط علشان تلف حوالين الشمس. أدق رقم إن إحنا استعملناه في التقويم مؤخرًا دوّة، لقينا إن الأرض بتاخد تقريبًا 365 يوم .2422 يعني تقريبًا 365 يوم و24% وإحنا شِلنا بعد ال24 دول 22% 22 كمان. طيب أول تقويم بدأ وكان تقويم بيحل مشاكل كتير، مشاكل في إيه؟ إن إحنا لو حسبنا السنة 365 يوم بس، فأنت تقريبًا بت بت بتهمل ربع يوم كل سنة، يعني بعد 4 سنين في يوم هيشفِّت، في عيد الربيع بدل ما هو المفروض أنا مستنيه أو الفيضان مستنيه النهارده، لأ ده هتلاقيه شفِّت، بعد تقريبًا 100 سنة هتلاقي الرقم ده تضاعف، فهتلاقي إن الربيع بقى بييجي مثلًا قبل ميعاده بأسبوعين 3، فمدى دقة حساب عدد أيام السنة ديّة غالبًا اللي بتحل مشاكل التقويم، وعلى فكرة التقويم الحالي اللي إحنا بنستخدمه فيه مشاكله، وهنعرف ده دلوقتي. بدأ أحسن تقويم وأفضل تقويم طبعًا تقويمات كتير وحوارات كتير للتقويم، كان أفضلهم التقويم اليوناني على إيد يوليوس قيصر، وبدأ يوليوس قيصر ينزل بالتقويم اللي إحنا عارفينه دلوقتي، وحتى يعني إحنا مستخدمين أغلب أسامي الأيام والشهور ديّة منه، وهنتكلم عن ده دلوقتي. فبدأ يوليوس قيصر قال لك والله السنة إحنا قُلنا السنة الفعلي 365 يوم .24 22
يوليوس قيصر قال لك 365 يوم وربع، يعني زوّد 1 من 100 على مقدار السنة الحقيقي أو أقل من 1 من 100. فالتقويم دوّة كان شيء كويس وما فيش فيه مشكلة، وكان بالعكس يعني دوّة كان يعتبر أكبر أو أفضل محاولة تقويم اتحطّت، طبعًا في العصور القديمة، وحتى هي ده اللي إحنا تقريبًا شغالين بيه دلوقتي. آآ بدأ يقسّم السنة 12 شهر، والشهر حوالي 30 يوم، لأن القمر تقريبًا بيلف حوالين كوكب الأرض حوالي كل 29 يوم ونُص تقريبًا بيكمّل لفّة، فقال لك خلاص إحنا كده الشهر بقى تقريبًا 30 يوم، وحطينا أسامي للأيام. هنا كان في مشكلة في التقويم دوّة، إن بسبب إن هو حسب السنة على أساس إنها 365 يوم وربع، بدأ تقريبًا يshift يوم كل 128 سنة. خلّي بالك 128 سنة دي مش رقم كبير، يعني تقريبًا أنت عمرك وعمر والدك تقريبًا في الرقم دوّة، أنت لو حسبت منهم متوسط الأعمار على فوق ال60 سنة، هتلاقي إن عمرك وعمر والدك كل تقريبًا جيلين أو جيل بيبدأ يحصل مشكلة في التقويم، ويبدأ يحصل إن إحنا بنأخّر سنة بنأخّر يوم كل 122 سنة. الكلام ده لمّا أُستخدم فترة، بدأ يحصل مشكلة إن إحنا لقينا مثلًا الأعياد طبعًا وقتها كان الديانة المسيحية في وقتها، لقوا وقتها البابا اسمه بابا جريجوري ال13 لقى إن عيد القيامة بيأخّر 10 أيام بحالة عن التقويم، طب المفروض ييجي النهارده بقى 10 أيام، فوقتها أدركوا المشكلة دي وأدركوا الخطأ في الحسابات دوّة، فبدأ وقتها يحصل التقويم الجريجوري، واللي هو اتسمى فيما بعد باسم التقويم الميلادي، وده اللي إحنا بنستعمله النهارده. هو كل اللي عمله إيه، هو عمل شوية إصلاحات في التقويم القديم، استعملنا نفس أسامي الشهور تقريبًا، نفس أسامي الأيام، والإصلاحات اللي عملها ديّة إن هو أولًا لغى 10 أيام، يعني مثلًا النهارده يوم 11 لأ إحنا النهارده يا جماعة يوم 1 عشان ده في مشكلة في التقويم خلّتنا نshift ال10 أيام دول. فأول حاجة إن هو لغى 10 أيام، تاني حاجة هو حسب إن السنة برقم أدق، وعمل حاجة اسمه نظام السنة الكبيسة، يعني قال لك إيه، قال لك والله أنا مش هاعرف أحسب إن السنة 365 يوم وربع، طب أنا هاعمل إيه، هاعمل نظام تصحيح، اللي هو إيه، هاحسب إن كل 4 سنين هازوّد يوم في شهر فبراير، يعوّض ال4 سنين أو يعوّض الربع يوم اللي حصل في ال4 سنين اللي قبله، ولكن الموضوع كان أدق من كده، لإن هو مش 365 يوم وربع بالضبط، لأ، فالموضوع كان أدق من كده وعمل لها حسبة، قال لك والله الرقم بتاع السنة دوّة لو يقبل القسم على 400 فأنا مش هاخصم منه، إلا لو قبل القسم على 100 يعني هي مجموعة حسابات كده، إن السنة اللي أخلّيها سنة كبيسة لازم يكون ليها شروط، من الشروط ديّة إن هي كل 4 سنين، وإن هي تقبل القسم على 400 تقريبًا، وما تقبلش القسم على 100 أو تقبل القسم على 100 وما تقبلش القسم على 400، بحيث إن أنا أزوّد اليوم بتاع فبراير دوّة، بحيث إن أنا أعوّض التقويم. طيب، ده التقويم اللي إحنا شغالين بيه دلوقتي، وخلّي بالك إحنا فصلنا الظواهر بتاعة الصبح والليل والظواهر الفلكية عن التقويم، ليه؟ لإن الصبح والليل ما لهمش ميعاد ثابت، وإحنا في النظام الحديث دلوقتي كنظام بنوك ونظام مواعيد مطارات ومواعيد طيارات، إحنا حابين التقويم بتاعنا ينفصل عن الفلكي، لإن إحنا مش قادرين ندرك الفلكي بشكل حسابي، بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأخطاء الصغيرة ديّة للأسف بقت بتعمل مشاكل، إحنا حتى في التقويم الحالي بتاعنا بيبقى في حاجة اسمها الثانية الكبيسة كمان بقى، يعني كل كام سنة بنزوّد ثانية، بحيث إن التقويم بتاعنا بننظمه بمعنى أصح، ده التقويم العالمي اللي إحنا بنستخدمه حاليًا. طيب، المبهر بقى في الموضوع إن أسامي الشهور المستخدمة وأسامي الأيام المستخدمة في التقويم معناها لا يتفق مع الكنيسة وقتها، ولا يتفق مع أغلب الأديان الموجودة حاليًا، طبعًا الدين الإسلامي ولا حتى المسيحي ولا حتى اليهودي ولا أي دين خالص. فإحنا تلاقي مثلًا بُص كده كنت عامل search تلاقي مثلًا إن شهر زي يناير دوّة يُطلق مثلًا على الكوكب عطارد، تلاقي فبراير تلاقي ما أعرفش ده اسم الإله مين،
تلاقي مارس مش عارف اسم الإله إيه، تلاقي Sunday يعني يوم عبادة الشمس، Monday هي يوم عبادة القمر، وهكذا، وهكذا. فكلها أغلبها أسامي وثنية كانت متاخدة من العصر اليوناني، والبابا جريجوري لمّا عدّل عليها استعملنا نفس الأسامي، لإن طبعًا عشان تبقى مشكلة إن إحنا نعدّل التقويم كلّه من الأول تاني. فأنا عايزك تعرف ليه الساعة 12:30 وإن الحسابات ديّة التقويم انفصل عن الحساب الفلكي، وإن أكبر حساب فلكي دلوقتي مرتبط بالتقويم إن هو الشمس. علشان كده تلاقي إن شهر دايمًا الصيف بيبدأ في شهر كذا أو بيخلص في شهر كذا، ديّة ثابتة لإن إحنا معتمدين فلكيًا على السنة، ولكن الشهر لأ، مش شرط. والأيام والساعات برضه لأ، مش شرط. وإن كل ديّة للأسف مبني عليها معاملات بنكية. طيب، أنا كمسلم ده يضرني في إيه؟ تاني إحنا مش بنقول إن إحنا نسيب التقويم بتاعنا، لإن ده مرتبط بيه دلوقتي حياتنا كلّها، كل الأمور البنكية اللي لازم تتم بلحظة وبثانية ومحسوبة بالضبط، مُعتمدة إن الثانية تعدّي وإن لازم الوقت يكون في غاية الدقة. ده للأسف مرتبط بشوية مشاكل في الإدراك الديني، بمعنى إن اليوم دلوقتي بيبدأ الساعة 12:00 لأ، إحنا عندنا اليوم بيبدأ من الغروب، من بعد الغروب. فتلاقي الصيام أو صلاة التراويح هي مش قبل رمضان، يعني باقول لك تصلي التراويح قبل المغرب اللي قبل رمضان، لأ، هو رمضان بدأ المغرب، لأن اليوم في الإسلام التقويم بنستخدم التقويم القمري، وبنستعمل الظواهر حتى مواعيد الصلاة كلها ظواهر موجودة فلكيًا، ليه؟ عشان لو معاكش ساعة تقدر إن أنت تصلي وتقدر إن أنت تلتزم في عباداتك كلها. طيب، فنصيحتي ليك إن أنت ما تعزلش نفسك وتستخدم التقويم الهجري، لأ، أنا ما باقولكش كده، ولكن حاول تدرك وتحط في دماغك حتة التقويم الهجري، يعني التقويم الميلادي هنستخدمه، أتمنى إن النظام العالمي يبدأ يغيّر أسامي الأيام وأسامي الشهور بما يتناسب مع الأفكار الموجودة دلوقتي في العصر بتاعتنا على مستوى العالم كله، وأتمنى إنك تكون فهمت يعني إيه تقويم ميلادي وليه نشأ، وليه في نُص الليل بتبدأ الساعة 12:00 وليه أسامي الشهور بالشكل دوّة، وليه السنة يعني إيه سنة كبيسة ويعني إيه ثانية كبيسة، والأهم إن أنا عايزك تدرك التقويم الهجري، لإن هو ده اللي هيساعدك في العبادات، هو ده اللي هيعرّفك إحنا هنصوم إمتى، هنصلّي التراويح إمتى، هنصلّي صلواتنا إمتى، يعني إيه تقويم قمري، يعني إيه يعني إيه الشهور الهجرية ومعانيها، وهاسيب لك زي task كده عشان ما ادّكش كل المعلومات في الفيديو، يا ريت دلوقتي تخش وتشوف معاني الشهور الهجرية، وتعرف ليه اتسمّت بالأسامي دي، ومعاني الأيام العربية. يعني إيه كلمة سبت، يعني إيه كلمة أحد، يعني أنا عايز أقول لك كلمة زي الجمعة جاية من كلمة اجتماع، يعني أنا لمّا أدركت معنى كلمة الجمعة، يعني الجمعة ده بالنسبة لك إيه، يوم الأجازة صح، يوم الراحة، فتتضايق بقى لو نزلت وشُفت أهلك وبتاع وننزل صلاة الجمعة ونتجمّع ومجهود، ده يوم أجازة عايز أرتاح، ولكن لمّا تدرك إن كلمة جمعة معناها يوم الاجتماع، لا، لأ، ده اليوم ده يا جماعة معمول إن إحنا نجتمع فيه صلاة الجمعة، نجتمع فيه مع الأهل والأحباب. وتلاقي إن يوم السبت جاية من السبوت والراحة، فده يوم الراحة. هتلاقي إن المعاني الأيام تلاقي إن ليك هوية، بقيت فاهم النهارده المفروض أعمل إيه، فاهمني؟ برضه عايزك تدوّر على الآيات اللي ذُكر فيها التقويم والشهر، إن التقويم ميلادي وإن السنة 12 شهر، فده task كده يعني لو أنت حابب تعرف أكتر، أنا مش هادّيك المعلومات ديّة سهل جدًا إن أنا أحطّها لك، ولكن أنا عايزك تدوّر وتبحث وتقرا. شكرًا جدًا ليكم وعرّفني رأيك، السلام عليكم.